هذا الرجل وكان يشوي لحما، فاستوقفتني رائحة الشواء، فأخذت أقتطع من الرغيف وأمرره في الرائحة وآكله، حتى إذا أردت الانصراف أمسكني صاحب الدكان وطلبني بثمن الرائحة. أهذا عدل يا سيدي؟ قال القاضي الحكيم لصاحب الدكان: الجزاء من جنس العمل. كم تريد ثمنا للرائحة؟ قال صاحب الدكان: 5 دراهم يا سيدي. التفت القاضي إلى صاحب الرغيف وقال: أخرج 5 دراهم والقها على الأرض. فعل الرجل ذلك، فرمى بدراهمه واحدة بعد الأخرى، فأصدرت جميعا رنينا. فقال القاضي لصاحب الدكان: أسمعت ذلك الرنين؟ قال: نعم. قال له القاضي: ذاك الرنين هو ثمن تلك الرائحة.